التقرير والمشاكل الموجودة هناك ونرجع تاني. استجابة لصرخات المظلومين، استجابة لنداء المطحونين، استجابة لأهل مدينة سيدي غازي الذين هم من حسابات المسؤولين منسيين، نزلت كاميرا بدون تردد لترصد وتقف على مشاكل مدينة سيدي غازي، فكونوا معنا. احنا بالنسبه لنا دي البلد دي واخده مدينه لسه ما بقالها سنتين، وطبعا بالنسبه للمواصلات فمش معقول بتبقى مدينه ومن الساعه 8 و10 بالظبط بالليل لما للساعه 12 ونص ما تلاقيش فيه قطر هنا اللي جاي المكان ده او اي مواصل. بالنسبه للتربيه والتعليم كان عندنا مدرسه تجاره قبل كده وتم تحويل مدرسه التجاره الى مدرسه فندقيه. طبعا احنا الطلبه بتاعت مدرسه التجاره بتعاني من هذه المشكله، اصبحوا في فتره مسائيه طبعا في مدرسه التعليم الاساسي، واحنا بنطالب ان احنا المدينه يكون عندنا مدرسه تجاره. طبعا برج البرولوس كانت مدينه مع سيدي غازي بنفس القرار، وتم الموافقه عليها من مجلس التنفيذ المحافظه الاسبوع اللي فات ان يكون عندنا مدرسه صنايع. طب ليه سيدي غازي ما يكونش في مدرسه صنايع بالقدوات مثلا ببرج البرولوس؟ يعني الاسفلت اللي تسفل ويعتبر ما تسفلش اساسا بالمره. بمعنى ان الاسفلت طبقه بسيطه اكتر، يعني هم بيقولوا 5 سم، مش مكمله 2 سم، ومع ذلك ان انت لو حطيت عليها ميه وسبتها ساعه زمن تعمل نجر لوحدها. يعني اللي انت عايز توصله ان مفيش مواصفات، مفيش اسفلت اساسا بالمره. هم قالوا في اسفلت لكن هو مش اسفلت. لو على كده الشوارع نفسها، الشارع لو 10 متر، كل واحد عمل سلم 2 متر وطلع له بطلتوار متر وما عادش في شارع. انا عند حضرتك فيه شارع المفروض يبقى 5 متر، اللي هو الشارع اللي في جوار البوسطه اللي ماسك من اول البوسطه لحد الجامع الكبير، تمام. فدي حضرتك جماعه السوق عاوزين يقفلوه، فخلوه عاوزين يخلوه 3 متر. فروحت انا لرئيس المدينه، فرئيس المدينه قام جاي لي هو اصلا ما هو الشارع، احنا عملناه ببركه ربنا كده والناس زعلانه منه والناس زعلانه منه. يعني ايه بركه ربنا؟ ما اعرفش، انا رحت له مره واثنين وثلاثه، خلوا الشارع بدل ما كان المفروض يبقى 6 متر خلوه 4 متر ونص. طيب المطلوب اللي احنا نوسع الشارع. مشاكلنا هنا ان احنا ابناء سيدي غازي بالكامل في التعليم الازهري الثانويه بالكامل متفرعه للخدميه والكوم الطويل وفي كل مكان من التوابع اللي حوالينا. ولما نبقى رئاسه مجلس مدينه في سيدي غازي وما عندناش ثانوي ازهري لاولادنا اللي هم متشكلين في كل مكان وهم اللي ماليين مدارس الجوار بالكامل. والله مشاكلنا ان الصرف بس خالص، صرف صحي بس خالص ماشي. ومقدوم اول امبارح ورحنا رئيس مجلس الوحده يطلع لنا فنطاز. الصرف الصحي مكتمل في مدينه سيدي غازي كامله؟ لا مش كامله، في مناطق مش كامله. عند جماعه البحروه مكتوم خالص، وهنا برضه عند الشوفيه مكتوم والميه طالعه على السكه. المشكله في مشكله عندنا، مشكله رئيسيه اللي هي ترعه الزكير اللي هي ناحيه سيدي غازي المجاوره للمبنى هندسه ري سيدي غازي. الترعه دي من قصد مبنى الهندسه مردومه، ما بتوصلش، بتعدم حوالي من 1000 فدان تحت. ال1000 فدان دول بقالنا 3 شهور أو 4 شهور ما وصلهمش ميه. رحنا للمهندس بتاع الهندسه، قال لك ده اختصاص رئيس مجلس المدينه. رحنا لرئيس مجلس المدينه قال لك انا هكلم المهندس، ولحد الان والساعه مفيش اي جديد في الموضوع. املاك الدوله اللي الناس مسيطره عليها ومفيش استغلال لها من الدوله، وفي بعض من الاهالي بيسيطر على الاماكن ديت، واحنا بنطالب ان الدوله تستفاد منها. بالنسبه للمنطقه بتاع السكه الحديد، الناس مكومه فيها زباله ومكومه فيها ردم ومكومه فيها هدد مباني، واحنا بنطالب الدوله بتشجير المنطقه ديت لانها في مدخل مدينه سيدي غازي. اول مشكله للبلد نسيها خالص، تمام، مشكله الغاز الطبيعي، تمام. احنا تعداد البلد عندنا فوق 60,000، واحنا من اقدم البلاد القرويه على مستوى الجمهوريه، خدت بالك؟ فجميع الخدمات عندنا ناقصه. ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا من سنه او سنه ونص ان احنا جينا مدينه، ولكننا الخدمات عندنا ناقصه خالص، تمام. عندنا الغاز الطبيعي جميع البلاد الموجوده على مستوى المحافظه والمحافظات الاخرى، تمام، داخل لها غاز طبيعي. احنا بنواجه مشكله في الشتاء بالذات بعدم توافر الاسطوانات الغاز، عجز الاسطوانات، وهنا بقى بيتضح الاستغلال، تمام، ان الانبوبه بتوصل 40 جنيه و50 جنيه سوق سودا يعني. سوق سودا، تمام. وعدم سوء التوزيع، يعني المفروض ان كل فرد بيبقى ليه انبوبه او انبوبتين، تمام. انا ممكن اطلع اشتري من الحمول، يعني باخد مواصلات واعطل نفسي، تمام، وممكن اشتري الانبوبه تعدي ال 50 جنيه وانا الدخل بتاعي مفيش. طلباتك ايه؟ توفير، يا اما توفير لاسطوانات الغاز، تمام، بما يكفي حاجه السكان هنا في المدينه، تمام، او دخول خط غاز طبيعي. ميه الصرف الصحي بتاعتنا داخله على ميه الشرب. ميه الشرب عندنا طعمها مغير، في اختلاط وبيجي تيفود. عندنا التيفود في نسبه تيفود عاليه،
وفي فشل كلوي. يعني الميه، حتى الميه ما احناش عارفين نشربها. ميه الشرب عندنا نهر النيل ومش عارفين نشرب ميه نظيفه. طيب طلباتك ايه؟ طلباتنا احنا تشوفوا لنا الميه اللي احنا بنشربها، عايزين ميه نقيه، عايزين ميه نظيفه، عايزين نشرب ميه نظيفه. هي يعني عندنا حاجه مهمه جدا يعني بالنسبه للادارات. عندنا 3 ادارات جم، لسه بقيه الادارات ما كملتش. 3 ادارات في المدينه بس موجودين حاليا، ويا عالم يمكن يمشوا كمان لانهم كانوا 4 ومش اداره راحت كفر الشيخ، واحنا عايزين نكمل ادارات بحيث ان احنا ننول المركز. يعني المركز عمره ما هيجي لما نبقى الادارات بتاعتنا كامله كلها. والله حقيقه الامر ان سيدي غازي من حيث انها مدينه وليده، مدينه في بدايتها، فهي كثيره المشاكل. زي ايه حضرتك؟ يعني تجد مثلا ان هي عندما كانت قريه لم يكن فيها رصف في الشوارع، فلما بدات مدينه بدا الرصف في الشوارع، لكن المراحل بتيجي بالتدريج. اي نعم في رصف ولكن لم يكتمل، الشوارع لم تكتمل في رصفها، هناك شوارع رصفت وشوارع لم ترصف، لكن هي تاتي على مراحل. عندنا ايضا كانت البلد مشروع الصرف الصحي، مشروع الصرف الصحي ده في اماكن دخلها الصرف واماكن حتى هذه اللحظه لم يدخلها الصرف ولم يصل اليها الصرف. عندنا مشاكل في التعليم، عندنا المعاهد مثلا لم تكتمل مع وجود المكان، وذهبنا الى المسؤولين في المنطقه الازهريه بكفر الشيخ ووعدونا بانشاء المعهد، وفوجئنا حتى هذه اللحظه لم يتخذوا القرار مع وجود المكان البديل داخل مقر المعاهد بسيدي غازي. هذه كانت كلماتهم وتلك كانت مشاكلهم، رصدتها كاميرا بدون تردد بالصوت والصورة. مدينة سيدي غازي الوليدة ولكنها واليدة عاجزة، مدينة سيدي غازي الوليدة ولكنها ولدت بعيوب خلقية، تعجز في كل شيء، تعجز في النقل والمواصلات، تعجز في الرصف، تعجز في التعليم الأزهري، وأيضا في توفير مدرسة للصنايع ومدرسة للزراعة، وأيضا هناك الكثير والكثير رصدتها كاميرا بدون تردد من لسان حال الناس مباشرة. كان معكم عصام القبلاوي بدون تردد. زي ما شفنا مع بعض أعزائي المشاهدين، الناس في مدينة سيدي غازي بيشتكوا من قلة الإدارات. مدينة ما فيهاش غير 3 إدارات، 3 إدارات بتخدم مدينة كاملة وهي مدينة سيدي غازي. وأيضا بيشتكوا من عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي. المشروع اتعمل في المدينة بس اتعمل في مناطق ومناطق لأ، ما اكتملش لحد الآن. فين المسؤول عن المشروع اللي لسه ما كملش لحد دلوقتي؟ الناس بتطالب ان المشروع يكتمل. ايضا بيطالبوا برجوع قطار الساعة 10 مساء لتسهيل مواصلاتهم الى محافظات مصر، وايضا تخصيص ارض الدولة لانشاء عليها مصالح حكومية تخدم اهل المدينة. دي مطالب بسيطة ومشروعة. فين محافظ كفر الشيخ علشان يسمع مطالب الناس دي؟ وبكده اعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم الليلة. اتمنى